السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشوني كتير كتير يا رب. بس الفيديوهات اللي انا بعملها تعجبكم. جايلكم النهارده بحاجة جميلة وخفيفة. هنعمل النهارده مكرونة بشاميل بس على طريقتي انا، يعني انا بوريكم انا بحبها بعملها ازاي. بس ما تنسوش تحطوا لايك وشير وكومنتات حلوة. وبشكر جدا جدا الناس اللي بتكتب لي كومنتات وبتشجعني ان انا اكمل. شكرا جدا. يلا بينا نبدأ اوريكم ان انا بعمل مكرونة بشاميل ازاي، واحدة واحدة وخطوات واحدة واحدة. يلا بينا. اهو هنحط البصل. هنبدأ بعد نشوحها شوية كده. انا من الناس اللي انا بحط البصل الاول، بعد كده احط اللحمة. أهو. دي طريقتي في المكرونة بشاميل. اه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انزل بالفلفل اللي قطعته شرايح وابدا اقلب زي ما انتم شايفين كده. نحط يا بنات، هنعمل طريقة البشاميل. وهنحط 10 معالق على كيلو لبن. تمام. هنبدأ بقى نحط ال10 معالق وحاطين، يعني قسم مثلا قد ال10 معالق دي قدها 10 معالق سمنة. تمام. اهو حاطين 10 معالق وهنبدأ نقلب فيه. اهو زي ما انتم شايفين كده. دي طريقتي في العاملين المكرونه بشاميل. اهو هنبدا ننزل باللبن يا بنات. اهو ننزل باللبن كده. اهو حبايبي. وبعد كده نزلت باللحمه. وانا سلق اصلا يا بنات مكرونه. ما رضيتش اصور المكرونه بس معروفه اللي بتتسلق ازاي. حط ميه وبعد كده حط شويه زيت ومعلقه ملح. تبدا بقى ايه تستوي نص، 3/4 يعني مش كلها، مش خلاها مهريه. بتبقى نصهم كده يعني ما، عشان يعني سوا الا ربع. وبقية الربع التاني يبقى نسويه الفرن عشان تبقى حلوة مش عجينة في ايدينا زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات، هنبدأ نحط بقى المكرونة بشاميل في القعر حبة صغيرين كده عشان ما تلزقش معانا. ونبدأ ننزل بالمكرونة. اهو زي ما انتم شايفين. اهو اهو ننزل بالمكرونة كده اهو. الخطوة التانية ننزل بالمكرونة، باللحمة قصدي، معلش. في هنا صريخ وعياط مش قاعدين ساكتين. اهو زي ما انتم شايفين ننزل بالمكرونة. اهو زي ما انتم شايفين. اهو بصوا يا بنات. اهو ببدأ بقى احط البشاميل. خطوة تانية تالتة كمان. احط البشاميل وبعد كده انزل عليها بالجبنة الموزاريلا وبعد كده ادخلها الفرن. واوريكم منظرها بعد ما تطلع. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، كمان احنا بنصبع كفتة جنبها. احنا بنجيب الكفتة دي جاهزة من بره. بنجيبها من السوبر ماركت، من الهايبر وكده. فبنجيبها جاهزة. دي كفتة جاهزة فبنعملها كده، بنصبعها كده ونعملها جنب المكرونة بالبشاميل. تمام يا بنات. بصوا بقى، لو وصلت لغايه الفيديو لغايه دلوقتي لغايه هنا، متنسوش تحطوا لايك وشير وكومنتات حلوه و... وتفعلوا لنا الجرس كده عشان خاطر نعرف بس نلاقيكم اللي انتوا بتحبونا وانتوا عايزين نعمل حاجات تاني. يلا يا بنات خليكم معانا. بصوا يا حبايبي، بصوا المنظر بتاع المكرونه بشاميل. ما شاء الله الله اكبر. اهو دي طريقتي في المكرونه بشاميل. بعد ما بحطها في الفرن بحط عليها جبنه موزاريلا وتدي المنظر ده. اهو هما بيحبوها كده على فكره، هي مش محروقه بس هما بيحبوها كده. والكفته اهي يا بنات. اهي. ايه رايكم بقى؟ صلوا على النبي كده يا بنات. ومتنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير وكومنتات حلوه زي ما انتوا بتحطوا لي كومنتات حلوه. واشكركم جدا اللي بيخش يعلق لي في الكومنتات ويكتب لي تعليقات حلوه. ربنا يخليكم لينا ويدومكم في حياتنا نعمة ان شاء الله. بس فعلوا لنا والنبي الجرس، يعني حطوا اشتراك ولايكات حلوه وحاجات حلوه زيكم كده. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.